صباح الفل. كله عشان يعرفني بس ان الدنيا لسه فيها خير وان الدنيا مسيحه. فانت اللي سيب لي كاس عندي في البيت انا علي في الثلاجه فاضيه. ايه اللي بيحصل النهارده؟ احنا بنستعد عشان رايحين الاسماعيليه وبعدها السويس وبعدها نرجع تاني هنا نعمل ندوات عن عايز مسرح عشان لسه فاهمين الموضوع. بيبقى في لينك بيننا وبين فرق المسرح هناك عشان اول ما نستلم المسرح يبقى في شغل بيننا وبينهم ان شاء الله وكلنا مطبقين بالسمع عليكم السمع. لازم تقول الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 1:15 لازم نتحرك خلال 3 دقايق. يلا بينا. ما كنتش اشرب على فكره انا عيان فلو صوتي واطي ما بتكلمش كتير النهارده معلش بس عيان وما نمتش. احنا نركب ده صح؟ يلا بينا. ايه يا مولانا انت كنت فين؟ كنت بجيب شوربه عدس ونبدا يا حبيبي بقى دلدق شوربه عدس. وليد المغازي انا هشرب شوربه عدس في العربيه عندك افضل ادلدق وكده. طب احنا نطلع ازاي؟ شفت الرياح شفت النظره من غير كلام. صباح الفل. الشوربه العدس العدس ثواني. بنحبك يا وليد. احنا الاسماعيليه والسويس عشان حمله عايز مسرح. ازاي يعني؟ عندنا مؤتمر هناك وان شاء الله ربنا يسهل يعني. لا انا مش خايف من عندك اصلا. نعمل حاجة كويسة. بالظبط. الترند طبعا صح؟ اشتري. لا من حجزة البشر. ايه ده؟ انت في الزين عشان نلقطك الصورة. والله حبيبتي بعد فنانك. بس والله راجل اتعامل راجل انجز نفسه. لم ناس من على الطريق على فكره مش هينفع كده. هو ده ولا مش هو ده؟ مش هو ده. مش هو ده. هو ده المختل ده. السلام عليكم. خش علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نود أن نسمع تحية للأستاذ إيهاب. وكما قال الشاعر شيكايو سواءنا ما فيش زيه. نستمع الآن أعزائي الراكبين والراكبات الغناء الرسمي لحملة عايز مسرح هاشتاج عايز مسرح. والآن مع فاصل من أحقر الأغاني الممكنة. الو استاذه مي، ممكن بالظبط 20 دقيقه واخليه يكلمك؟ يلا بينا اتفضل بس بالراحة ازيك يا مي؟ يلا بينا بس انت علي قد ايه دلوقتي هيعمل مداخله على الراديو؟ هنعمل وصول يمين ولا بنات انا؟ إذاعة الشرق الأوسط هواها على هواك. فترة جميلة. ممثل ستاند اب كوميدي، الحقيقة هو ممثل شاب جميل وأكيد بيتعرف كتير قوي من خلال برامج كمان تلفزيونية، لكن احنا عايزين طبعا نعرف أكثر عن حملته، موضوع حملته عايز مسرح. هي الحقيقه الخبر ده نازل في الجرايد وبعنوان عايز مسرح. ده فريق شبابي بيطالب الدوله باستلام المسارح المهجوره. وطبعا احنا كمان عايزين نعرف من صاحب هذه الحمله علي أنزيل، هذا الممثل الشاب يعني اكيد ناشط وبيعشق المسرح، بدليل ان هو بادر بهذه الحمله، والحمله دي على ما سمعت انها كمان لقت اقبال كبير جدا على صفحات التواصل الاجتماعي. اولا برحب بيك يا علي. يا مساء الورد، ازيك يا امل، عامله ايه؟ تمام. يعني انت ميرسي على المقدمه دي، ميرسي على المقدمه دي جدا، رغم ان انت بتسلميني وانا داخل على الكمين دلوقتي بتقولي ناشط، فواضح ان هي متقفله مع بعضها كده. صباح الفل. لا طب اركن انت على جنب بقى عشان انت مش علي جوه لسه عنده الانترفيو بتاع في الراديو. انا بقى عايز اعرف الطريق فين اللي احنا كده واقفين، مش عايز اضيع وقت. اسال الراجل ده ماشي.
ها قول لي بقى امشي ازاي؟ الميكروباص اهو. هتاخد الطريق ده كده ماشي. مقبول والمهرجانات جاهزه والحفلات جاهزه والورش للتدريب والتعليم عن الفنون جاهزه برضه. تمام، يعني كل حاجه تقريبا جاهزه غير بقى ان انت بتجمع توقعات، والخطوه الجايه ان شاء الله هتاخد المبادره دي. انتوا فاكرين المره اللي فاتت لما كنا هنا كنا بنصور الحته دي ولا الحته بتاعت اسماعيليه؟ احلى حاجه هي دي. ننزل ولا ايه؟ انا عايز يلا يا جماعه الحمد لله على السلامه. لا خليكوا لسه متحرك ما تقلقوش. خليكوا هنتحرك ونروح نقعد بس كده ناكل على البحر. ده مهم. الساعة 10 11 12. طب انا هروح له الناحيه الثانيه. المفروض دلوقتي بنجيب سمك المفروض بنجيب دلوقتي سمك من عند دوت، وهناخد السمك نطلع بيه على البحر المفتوح هناك. خلي بالك يا قلبي. هنا في قلبي حاسس باشا عايزين نزود 2 من اللي انت انا زودت اصلا. زودت عشان بعد ما كنت عايز ازود تاني لسه. ألف شكر يا رجالة. مفيش أي حد مسلم حبايبي. السلام عليكم. مفيش حاجه. حابب اقول للناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي ان محمود كان عايز يشيل بس قلت له لا صور انت، والحاجات كده كده خفيفه مش حوار سمك يعني. خلي بالك بس. شوف كاتب المنيو كله على اليافطه ازاي؟ ما قلتش الا 6 اصناف. وليد بابا عنده محل سمك مشهور جدا. ده احنا بنلم كارته من البحر المتوسط. قول له مساء الفل. حبايبي الأخبار؟ ازيك يا كبير عامل ايه؟ عامل إيه؟ الحمد لله. محمود فاروق. بس الأسامي صباح الفل. ناكل فيها ولسه نتحرك لمكان 10 دقايق ونرجع في ربع ساعه للجامعه. فيلا سريعا سريعا دي اللي هي بنرمي السجاير بننفخ. يلا خلصنا بلاش شغل الموقف ده. يلا بابا يلا حبيبي يلا. احنا جايين متاخرين الصبح وملاحظ كده ان في حاله من البياع. ما جيتش متاخر. مش عشان جيت بدري هتولع سجاير وتعطلني دلوقتي. كنت تعالى متاخر زي يوم اركب على طول. المتر موجود. من غير ما تزقه من اي حته حساسه خالص. مش عايزين الفاظيات، مش عشان البنات، عشان احنا بنصور. طيب هما كلمتين ابرك من 10 عشان كان في مناقشه طويله ولازم نجيب من الاخر. انا عيان وبطني وجعاني ولازم اشرب حاجه سخنه كل شويه. لما كنا في كايرو كنت عايز اشرب حاجه من القهوه. تاني معلش بقى تاني. ما لازم احكي الموضوع تاني ما انت اختفيت. كنت انا في كايرو كنا عايز اشرب نعناع. قال لي مش هينفع بقى والباص والجو دوت. ايوه وانت جاي الساعه كام؟ لا ولا انت جاي لا، الساعه قلت كام؟ أنا انت جاي هتصرف. الساعه كام؟ جاي الساعه كام وميعادك كام؟ ما انا خطوتي كانت ضعيفه. ماليش فيه بقى. بنزل بدري. كده البنات كانت بتعكسني في الشارع ما كنتش حلو يعني انت جاي مبسوط اهو. جاي متاخر ومبسوط. المهم لا مش هو ده المهم. لا المهم ايه بقى؟ قلت لك هظبطك وما جابش حاجه. ابص ما لقيتكش موجود. ايوه رحت انا بقى وعطلتنا كمان يعني. جيت متاخر طب ايه اللي واختفيت حصل دلوقتي؟ وعطلتنا والونش بتاع المرور كان واقف. كان اصحاب الرخص عم طب ايهاب. دلوقتي كلمتين ابرك من 10. دلوقتي كنا بنجيب السمك. انا كنت عايز اشتري سي فود فعلي قال لي اعمل لي والراجل كده. ما عندوش. وقال لي انا ايه؟ علي قال لي والراجل ما عندوش. فعلي قال لي ايه؟ انا هظبطك. حلو حصل. ماشي انا بقى مستني التظبيط. حلو مش انت قلت كلمتين ابرك من 10 ماشي انا مستني التظبيط. وعلي قال لك انا هظبطك. والناس اهو كلمتين اهم والناس اهو. انا عايز اشرب سي فود. أنا قلت وعلي هظبطك. هيظبطني. انا قلت هظبطك. موثقها ظبطني وخلاص. يعني. ماشي اتقل بقى ما اظبطك. خد وعد على الهوا. ايه؟ خد وعد على الهوا. لان انا هظبطه. جاب لي شوربه سي فود. انا ما قلتش اجيب لك شوربه سي فود. يا راجل انت قلت انا تعبان قلت لك انا هظبطك. انت قلت انا تعبان قلت لك انا هظبطك. هو انت المهم عندك شوربه سي فود ولا ان انت انا تظبط؟ قاطع الحته دي كلها على بعضها. لا ماشي. عايز تخف ولا عايز شوربه سي فود قفشت؟ لا انا عايز شوربه سي فود. لا انت عايز تخف. انا عايز شوربه سي فود. وانا قلت لك هظبطك وانا مش عايز شوربه سي فود ما انت عارف. لا مش هناخد سمك بلاستيك. هو اني واحد ممكن واحنا لامين من بعض وبتاع واللي هو مقضيينها. احنا بنتمول حمله ربنا يستر بس ما نبقاش عربياتنا في الاخر.
كلام ليك يا باشا. معانا عربيات كنا اكيد كده بيها. اقول لك على حاجه بقى في التظبيط. اقول لك على حاجه بقى في التظبيط. احنا دلوقتي هنروح ناكل في شاليه على البحر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ده تظبيط. ودلوقتي يا علي قنديل عايزين نبتدي وات ذا هيل. بص بقى اسماعيلاويه بقى ابتدوا يتعلموا سواقه بتوع القاهره. الله يخرب بيوتكم يا جدعان. ايه؟ دخل شمال مره واحده. فعلا؟ طبعا. ما بيلاعبنا. احنا بنركب دلوقتي. ايوه ايوه. احنا ماشيين وراه مش عشان دخل. اهلا ومرحبا بكم في مدينه الاسماعيليه. بنيت مدينة الإسماعيلية في وقت من الأوقات وبناها شخص ما، وكان هذا الشخص يعشق هذا المكان ولهذا سماها مدينة الإسماعيلية نسبة إلى الفنان الكوميديان الخديوي إسماعيل. مفيش حتى هذه اللحظة ما شفناش ولا حالة تحرش في إسماعيلية. حد حيوان قال للأسف وعقبه معايا بقى. مين اللي قال للأسف؟ عبد الرحمن مجدي ساكن في مدينة نصر ورا النادي الأهلي يا جماعة. يعني بيتميز فريق مصر 2 راكب بان هم ستر وغضا على بعض. بص يعني احمد رابح، ما اعرفش احمد رابح تنازل عن ايه التنازلات اللي قدمها عشان ياكلنا كلنا في شاليه على البحر. قولوا سمك سامحني يابا. الذي سميت الاسماعيليه على اسمه. زي ما احنا شايفين هو واقف وساند على اللابتوب على ايه ده؟ ده مايكروويف. يعني تكييف صحراوي. هو حضرتك ولا باسك ولا عمل فيكي ايه؟ وقد انطلقت تعطياته بالغناء استاذ بدر نور في واحده من اجمل الاغاني الجنسيه الوسطيه الجميله التي بتنم عن وجود علاقه غريبه وبعض من زنا المحارم في الشوارع المصريه، والتي فاق لها واستفاق الوسطى ايهاب. يعني بعد ما كان قاعد قافش فجاه يعني سقف وابتهل وابتهج. واضح ان احنا كلنا اهتماماتنا مشتركه. واضح ان الاسماعيليه ما يحدث في الاسماعيليه يبقى في الاسماعيليه ان شاء الله. رايحين شاليه ناكل سمك، وفي واحد ورا بيقول لك هو ماسك ولا مسكك ومش عارف ايه. بسرعه للاهميه لمكتب مدير المحطه. طفل بيلعب في الباب. طفل بيلعب في الباب يا ابني يا ابني. طفل بيلعب في الباب يا جدعان. حد يقول له حاجه كده في ايه يا جدعان؟ عايزين نبقى المترو يا جدعان. دلوقتي احنا بنتخذ عفوا للالفاظيات، ولكن احنا الان بنتخذ احد الكباري والذي يشبه الى حد كبير كوبري الجلاء عندنا في القاهره. وعلى شمالك بيبقى فيه اسم الدقي، وعلى يمينك في شارع السد العالي جنب البنزينه. ده طريق البلاجات يا باشا. وعندنا الرودي ده اللي كلنا فيه سمك اهو قدامنا على اليمين دلوقتي. بالظبط. ده اللي انا اكلت فيه الحفله اللي فاتت ونمت على المسرح. كنت قاعد بتاوب. ومعانا اتصال هاتفي من اسلام منظم الحفل. الو. طبعا الفكره لان انا سبت الميكروباص ورا ورايح اجري اجيب شوربه من عند الرودي. هو الرودي فين يا باشا؟ كان كتير ولا قربت؟ حبيبي لازم اجيب شوربه علشان انا الرودي بقى. انتوا مش فاهمين جامد جدا الرودي ده. وها هو الرودي من اعظم محلات السمك اللي موجوده في اسماعيليه. عالمي ماشي. السلام عليكم. للاسف مش هقدر اجيب شوربه لانه هو قال لي هتاخد 10 دقايق وما اقدرش طبعا اعطله ان احنا عندنا 40 دقيقه ناكل فيها كلنا عشان نلحق الحفله. فلو اتاخرت انا 10 دقايق بدل ما صباح الفل. بتاع الشرب اهو كل حاجه بس يلا ايه؟ اخرنا طريق اللي قدامك كده ما اعرفش انت رايح تجيب ايه. راح الرودي. جبنا سي فود. جبنا شوربه قصدي. ما قلتليش التخيلات دي. خلاص انا شايف يا كده كان مش هينفع. انا 45 دقيقه. هو قال لي 10 دقايق وعشان كده قلت له لا مش هينفع. قال لك 10 دقايق؟ بسمع مني انا بعد كده. يلا. فعلا عايز شوربه يا جدعان. الريحه بقى. ايوه ريحه بقى. خش عليا بقى. خش. ريحه بقى. ريحه كلها سمك بقى هنا بقى. لا هي دي احلى ريحه. ريحه البحر مع المحكمات. واللي ورا
النورس يا جماعه، النورس احلى تحيه للنورس. اوه عملنا مغامره عظيمه والله. ايوه شبابيك يا علي مين؟ هو رابح بيهرب مننا يا علي ليه؟ شبابيك عشان الاكل معاه. واو. ده في مصر دي بيوت ولا قرى المفروض؟ المنطقه دي كلها كومباوندز، من اول ما الطريق بالبلاجات دوت وكلها كومباوند. قريبين جدا من المايه. اوعى الفلفل. فين اللي بيسعى؟ السلام عليكم. قهوه كمان وانت رزق. فكرة قلنا بقى المكان ده احسن ليكوا اكيد. فيو بتاع انا ليا فيلا في النورس. بس مش كده برضه، مش كده. الحته دي بقى اسمها ايه؟ تعاون. دي اسمها تعاون. وده مش كومباوند، ده كله بيشتري ارض وبيبني على مزاجه. صح كده. روح حضري الاكل. لا روح حضري. يعني مش ممكن يا جدعان المترو هو اللي بيحضر الاكل بنفسه، مش ممكن. دام انا في بتاعت صبار دخلت غزتني غزه فظيعه في كتفي. يعني مش ممكن يعني حضرتك بنفسك يا فندم اللي بتحضر يا استاذ كاس والله ده اقل واجب. تواضع حلو. حبيبي يا جماعه. البنات قعدت في البلد دي تطالب بالمساواه لغايه ما الرجاله بقت هنا بتحضر الاكل والبنات قاعده انا مش هعمل حاجه. انا عجبتني بصراحه المساواه. بيفوتك عليا خالص. او بقول لي دينا حضري الاكل، قالت لي انا مش هحضر وعملت شعرها كده. نعرف نجيب كراسي كمان عشان الكراسي مش كفايه. لا لو عايز اي مساعدات قول، انا عجبك في الحاجات دي. مش كونكور باينه او حاجه شبه كونكور ايه؟ طبعا احنا طول الحلقه مفتكرين لان علي كان قال لي هجيب لي شوربه، يعني فاهم. ما قلتش، قلت انا هظبطك. ما قلتش هو قال هجيب لي شوربه، هو بيلعب بالكلام ده. النظام السفسطائي ده اتلغى، لا عرفته. انت قلت انا تعبان، قلت لك انا هظبطك. يا راجل لما كانتش جايه كان قلت انا عايز شوربه سي فود، قلت لي خلاص انا هتصرف. قلت لك مش قلت لك ايه؟ قلت لي هظبطك. عجبته بقى كده. الكلمه. انا طول الحلقه اسيب كومنت علي كان هجيب لي شوربه. خلينا فاكرين. ماشي. خدت الحديد اتكلمت. انت قلت ايه؟ قلت انا عايز شوربه سي فود. حصل. فرحت انا غلط قلت لك مش وقته. فانت رحت بصيت قلت لي انا تعبان، قلت لك هظبطك. ده اللي حصل وربنا يشهد على كده من الاول للاخر، وانت عارف ان ده اللي حصل. يعني احنا انت كده، يعني انت لو انت اللي بتقوله ده حقيقي ان انت بتتلاعب بالكلام في المواقف عشان تكسب. لا انا بثبت اللي اتقال حبيبي. ما هو اصل انا هظبطك ازاي؟ اهو في احسن من كده. زي ما انا بطنك لسه وجعاك. حبايب بطنك لسه وجعاك. لما جريت والله لا بطني فكت شويه. طيب هو ظبطك ولا ما ظبطكش؟ انا نزلتك قدام عشان تجري شويه دول. يا جدعان احنا لسه مخلصين اكل ويعتبر اتاخرنا على الايفنت عشان شويه. كده. يلا كل يركب. يا جماعه مش عارف شايفيني ولا لا، بس عشان تبقوا عارفين الناس في اسماعيليه بتحترم اشاره المرور ومن غير ما يكون في حد واقف بدفتر ولا حاجه. هي الاشاره حمراء فم الناس وقفت عادي. وبني ادمين عاديين زينا اهو، نفس العربيات ونفس كل حاجه. دي جامعه ايه دي؟ جامعه قناه السويس اسماعيليه. عبد الرحمن. معلش انا معلق بيك عشان معلق بسرعه. عبد الرحمن اهو تاني اهو. وانا برضه موجود. مسرح تحفه. حلو فشخ المسرح النهارده علي الدين هيكلمنا عن حمله عايز مسرح. دلوقتي على بتاع الفرق المسرح وانت تاخد ارقام تليفوناتها. السلام عليكم. هم اتفقوا معايا على ندوه وانا جايب فيديوهات وهعرضها وبتاع ونستعرض مهاراتنا ونتكلم عن عايز مسرح وبتاع. امرني. هل انت هتفوش الكلام ده؟
ايه والله سهله كده. ايه ده؟ يا جدعان هي دي حفله ولا ندوه؟ فجيت حفله هنا وكانت جميله جدا، وكررت نفس الغلطه اللي عملتها قبل الحفله المره اللي فاتت هنا في الاسماعيليه. الحفله اللي فاتت كانت في خط المهندسين، وقبلها رحت كلت سمك عند ايوه معلش يا جماعه لحظه، ابوس ايديك يا اختي. اسمه ايه؟ الرودي. هو ما كانش اسمه حلو كده بصراحه المره اللي فاتت. خليك مكانك، انا هموت واعرف بتتكلموا في ايه من ساعتها. طب مش عارف اركز يا جماعه، ده انا جاي واكل سمك من عند الرودي. في اتنين بس زمان كانوا بيصوروا سيلفي، فهشاور لهم في البتاع. قشطه لا ايه في الامور يا معلم. شغل فيديو بعد اذنك. لكن بيصرف له هل بيتفتح ميه في الحمامات بتاعته عشان يتطور من تحت ويطلع له قرار من الدوله بان هو يتهد وبعدها يتباع. من حوالي شهر بدات حمله اسمها عايز مصر. كل شويه اروح محافظه شكل ان الاقي حد يعبرني، ما بلاقيش غير اعداد بسيطه جدا زي دول كده. هاشتاج عايز مصر. شكرا. عملت حاجه كده جدا من السعوديه قلت لك فوق يلا. شكرا كثيرا. الف شكر. مبسوط جدا الحلقه دي كانت معاكم. السلام عليكم. شكرا. السواد يا بوش. السواد اسود على يمايكا. ايه رايك في عرض علي قنديل يا ترى استمتعت؟ ممتاز فظيع. بصراحة يا جماعة بصراحة المسرح كان مولع ده. بصراحة المسرح جامد جدا ما شاء الله. والناس يعني زي ما احنا عارفين اسماعيلية ناس محترمة وناس كويسة وناس طيبة وناس ممتازة. علي تالي طلع. مبسوط جدا شفتك النهارده كاس وكنا في اسماعيليه مع بعض وكلنا سمك. وقعدنا في مكان انا اول مرة اشوفه في اسماعيلية. تعرف ايه اللي مطلوب؟ ايه؟ مطلوب في اسماعيلية. انت عمرك رحت التعاون؟ زقتني على فكرة. عمرك رحت التعاون قبل كده؟ عمري رحت التعاون قبل كده، انا اسماعيلية مرتبط انا عارف انت بتقول لي. لا فاكس ما اعرفش التعاون 23 هنقعد مع بعض في الشريط تاني. ايوه بقى. انت اول مرة تتفرجوا على علي ستاند اب؟ طب ايه رايكم؟ هو اول مره يتعرض ستاند اب كوميدي على المسرح هنا صح؟ اه. ها ايه رايكم في الاسماعيليه؟ طبعا حلو يا عم فشخ. قولوا ولا هضحك ضحك يا عم. يلا قولوا طب تعالوا نعمل واحده اوف ذا ريكورد. تعالوا علي قنديل ماشي. يلا علي قنديل. مين علي قنديل ده؟ اوكي عشان اعرفكم الخطه احنا دلوقتي لسه مخلصين اسماعيليه وهنطلع على السويس. طيب احنا الحته اللي احنا فيها دي فايد ولسه مكملين على السويس. ضيوف. ايوه حبيبي. شكرا من فضلك انا عايز اسال على مكان اسمه ولا هتصورنا؟ حمام صورتك خلاص. سواح يعني ولا ايه؟ تسال على الملاحه على شارع الصفا. ملاحه جنب مدرسه. لا دي لما توصل الملاحه بعد كده ايه؟ تسال هناك. النهارده مش هتنزل الاول. عشان ما تتوهش. ماشي يلا. نزل
علي طبعا احنا لسه داخلين السويس حالا. علي قول حاجه بمناسبه السويس. انا مخطوط. احنا طبعا انتوا مش فاهمين ان احنا ما نمناش كويس لا انا رحت اتخطيت في اسماعيليه، لقيتها حفله مش ندوه وعملت شو وكان حلو. انا كنت مبسوط بصراحه ان انا نازل من المسرح مبسوط. مش عارف لما اروح دلوقتي لو اتكررت نفس اللقطه دي اقول لهم لا كده الشغلال. لا كده الشغلال، ده احنا مش شايفين حق العربيه. الله اعلم. فربنا يستر بقى. بس انا مبسوط ان احنا عملنا توقعات، والناس وانا بحكي عن حمله عايز مسرح اللي مش عارفين يسقفوا في نص الكلام لما لقوا انا اتبسطت. طب لو انت عارف انا اول مره اجي السويس في حياتي. وصلنا يعني. ايوه هو انت عارف المكان؟ انا عارفه. طب استنى هنوقف تاكسي واحنا ماشيين، خلينا ماشيين عشان ما نوقفش نعطل. يعني واحنا ماشيين نوقف تاكسي، يعني نصطاد تاكسي على عندهم مهرجانات برضو. المهرجانات راحت كل حته خلاص. عندهم تياترو وعندهم ناس بتمشي عادي في العربيات والعيال بتضرب لها بالصفاره. طيب هو دلوقتي في موضوع، احنا في السويس وانا ما شفتش ولا بنت لابسه بنطلون. انا مش بكلمك. في المنيا كنت نازل انا وايد، اول ما نزلنا بقول لها انا خايف بقى الافيهات ما تجيبش او يحصل فرق وكده. الناس شكلها لابس عادي يعني زي الاقاليم وبتاع. لسه ما خلصتش الجمله لقيت ولد معدي لابس شورت وعامل راسته، وبنت بعديه لابسه حته دين فستان سكسي فشخ. ده كده؟ لا فستان. ادي جامع الأربعين، وصلنا جامع الأربعين. من هنا نبتدي اهو مسجد سيدي عبد الله الأربعين. السويس احلى كلام في السويس. اول مره نيجي السويس. معناش مكان. معكش مكان تبع الفول. بس هو سويسي يقول لك كان منظم. اول حفله جينا فيها هنا السويس. احنا سالنا الرجاله عايزين نسمع سمسميه نعمل فين. الراجل صعبت عليه فشغل لي شويه سمسميه كده. الحسن في السويس. دينا قالت لي عايزين استمارات، فانا جبت لها استمارات. يعني وفي بيت بلدي في السويس برضه. السلام عليكم. باشا حبيبي عامل ايه؟ اتفرج يا عم على المواد دي يا عم. بص اقول لحضرتك ده نص التوقيع بتاعنا. تمام؟ ثواني وانا بقول. انا عارف عشان تعرفوا لان كل الناس بتحترم الفكره. علشان احنا عمرنا ما جينا السويس قبل كده. ايه الحاجه اللي موجوده في السويس مش موجوده في اي حته ثانيه في مصر؟ ايه السمسميه؟ سمسميه. شغال لي سمسميه مخصوص. لا والله الموتوسيكل ده بيشكر والله. واضح يا جماعه ان السواق متهور جدا، وفكرته لان هو يسكفنا. لا بعد يس جامد جدا المكان ده. انا عايز حد يشرح لي احنا فين يا جماعه. عايز حد يشرح لي احنا فين. عايز حد يشرح ل 56,000 بني ادم ان احنا فين وبنعمل ايه. في منطقه الملاحه. اوكي. السويس. حي السويس. طب ايه المكان ده بقى؟ المكان ده بنسحبه. يلا بينا بقى. صحيح عود الاول. حبيبي براحتك. تمام. انا عايز اعرف احنا فين بقى هنا. دلوقتي في المعديه في الملاحه السويس. مركز التطوير الثقافي لسه فاتحينه 30/10 اللي فات. واو. اصور ايه في المكان الجامد ده؟ والله انت يعني اللي جامد ومنورنا. تعال دي الحكايه. لا انا عرفت ان انتوا اللي بنيتوا المكان مفيش اي حد اشتغل فيه. احنا اللي عملنا ده. خد منكم وقت قد ايه؟ شهر بالظبط. من 29/9 فتحنا 30/10. وده اتعمل في السويس. فكرته لان هو بيتبنى المواهب المستقله اللي ممكن يعرضوا فنهم هنا. بالظبط. وممكن يحصل مشاريع مشتركه ما بين بلاد ثانيه زي ما احنا كده جايين من القاهره ونعرض كده. القاهره كان المشروع الاول في اسماعيليه. الفكره كمان ان احنا كان طموحنا مكان كبير 900 متر مثلا، ده اللي كنا بنتوقعه. الحمد لله ما جاش، فاحنا كيفنا النشاط زي دلوقتي كده ان احنا
حطينا تحت كيفنا دي. حلو بس وعملنا بقى ده زي ما انت شايف كده قسم الجاليري ده ده واخد بالي من الكتب وخدت بالي ان في اكسسوارز هنا بالظبط. على اساس برضه ان فكره الورش بتعمل هنا كروشيه ودي فكره انا مثلا عملت حاجه باجي بعرضها عندكم بالظبط بس كده، ولما بتتباع بقى نسبه بيبقى في نسبه او حاجه زي كده والفيصل الزبون. وانا عارف ان في هنا حته لسه شغالين. الكتب على فكره اسعارها من جنيه ل 25 اغلى حاجه في المكان. بنوفر خصومات للزبون مش ودولت الشخصيات الوول اوف فام بتاعنا اللي هو في الناس اللي قصرت سواء موجودين معاصرين او كده. النهارده هنشوف علي قنديل على فكره يعني. بصوا هنا قالت عايز مسرح تعالى اهو. وده بقى الهند الجديد اللي هو يو ار ذا نيكست. طالما انت حد هنا يبقى عندك شغف طلعه ويجيب لك مكان هنا. علي جوه بيعمل ندوه. علي جوه عامل ندوه. شايفين انا لافف في السويس وعمال اسال كل الناس على السمسميه وهموت واشوفها. شغلنا تراك السمسميه. يلا اشتغل. لا 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 ده كده زور قوي. طب انا عايز اشرب حاجه. انا عايز اشرب حاجه. اشرب حاجه عشان تدفع الجو. شربوني انا. شربني ايه؟ قهوه بندق. حلو ولا كتير جدا وشفت قد ايه السخافه وشفت قد ايه ان هم مش معترفين اصلا بالمسرح زي ما كنت بقول لك من الاول. شايفين المسرح ده حاجه تافهه يا اما حرام يا اما مش وقت. طبعا من التشطيبات احنا جبنا فوق الكراسي بتعملوا كل التصوير من اي برنامج. مساء الجمال. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل. احلى تحيه على السويسه. اول مره اقولها في حياتي. احلى تحيه على السويسه. هتحيي السويسه. السويسه الجديده. هو هيحكي لي على حاجه فبيتاكد من المعلومات قبل ما اقول لك قصه. قائد 40 واحد عشان كده سمى ال 40 هو الرقم ال 40 يعني. هم 40 واحد هو بالظبط. لا هو هم كانوا 40 واحد كانوا بيحاربوا. ماشي. هو المجموعه كانت 40 واحد. القائد بتاعهم فعشان كده اتسمى ال 40. ده اسم الجامع اللي هو جامع ال 40 واحنا جايين كان وقفنا قدامه فبنعرف بقى ليه اسم ال 40 واخدين. سيدي عبد الله 40. ايوه سيدي عبد الله ال 40. هو سيدي عبد الله الغريب برضه. سيدي عبد الله الغريب. سيدي عبد الله الغريب برضه اللي هو مسجد الغريب برضه. لا ده مسجد تاني. مسجد تاني هو ما شتتش في جامع تاني اسمه الغريب لسه مش موجود. هي بلد الغريب. هي اسمها بلد الغريب وبرضه الجامع الغريب اللي هو سيدي عبد الله الغريب اللي سمى السويس بالسويس. لما هو قال لك كلمه حاربوا اعداء الله سواسيه. طلعت كلمه السويس هي اللحظه دي حرفيا. كان مؤسس كاميرا مؤسس جروب كاميرا السويس مؤسسين كاميرا السويس دي حاجه يعني كبيره قوي في البلد هنا. ربنا يخليك. بس لا مش حاجه. تشرفنا يا فندم. محمود سعيد يا مرحبا. مخرج مستقل. يا مرحبا. وعامل برضو قناه كده على اليوتيوب اسمها على الناصيه بعمل بقى فيها برامج كتير للمعرض المستقل. طب احنا عايزين نتواصل مع حضرتك عن طريق مثلا انترنت. في ايه على الفيسبوك؟ في ايه؟ في على الفيسبوك كاميرا السويس 26,000 وشويه. طب نكتب كاميرا السويس بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالعربي. كاميرا السويس. كاميرا السويس. ميرسي جدا دوت. لينك انا هكتبه تحت برضو علشان نقدر نتواصل بالبيج واتمنى دي تكون فرصه تعارف واحنا مكاننا مفتوح في القاهره وان شاء الله اول ما نيجي كده. لا لازم نعمل زي ان شاء الله ونتواصل ان شاء الله. تمام يا جماعه انتوا مش فاهمين القهوه الله حلوه جدا. اول مره اشرب قهوه بالبندق فظيعه. وما احترت حتى اخترت حبيك نزهلا فحيرتي ان لم تكن فيك حيرتي. ده اتكلمنا على الفارض. ايه؟ ابن الفارض. ابن الفارض. سلطان العاشقين. ده حد هنا اسمه شاعر سويسي اسمه احمد عيد. هو مش موجود النهارده معانا. هو ده خطه اصلا. هو مدرب الخط عندنا هنا في المعديه. احمد عيد من ضمن افضل 100 شاعر عربي. ما شاء الله. ده برضه مصر ولا ايه ده يا جماعه؟ بس احنا مش لاقيين بعض. هتعرف الحركه دي معناها ايه؟ في حاجه في بالي شغاله. حبيبي يا احمد. لسه بتعمل قهوه ولسه قاعدين مع بعض. وانا مش عايز برضه بيني وبينك حد يكلمني دلوقتي. انا عايز يعني انا دلوقتي بدل ما معايا 1500 ورقه لا انا عايز يبقى معايا 10000 ورقه.
لو هبقى شايلهم كده في دماغي زي صندوق العيش كلها توقعات، ورايح اقول السلام عليكم معايا 10000 بني ادم عايزين المسرح ده، وشباب وعندنا افكار واشتغل من تاني ومش عايزين منكم اي حاجه. ايه تاني؟ احنا كده علي خلص الندوه بتاعته هنا في السويس، المفروض نبتدي نتحرك على كايرو عشان ما نتاخرش الساعه تقريبا. وانا جيت هنا من اسماعيليه، جيت هنا عشان ما لحقتش امضي الاستماره في اسماعيليه. خلاص ظبطنا قاعده على الفيسبوك حبيبي. سلام، اشوفك تاني في حفلات وبتاع. اتمنى لك التوفيق وان شاء الله مساله وقت ونلاقيك كده العماره دي كلها. ربنا يبارك لك. بس قبل الدور الاخير اعمل له الروف بقى فوق بقى، ده بتاعنا بقى. ممكن اخد سيلفي مع جورج عزمي بعد اذنك؟ جورج عزمي هو مقتنع ان انا جورج عزمي تقريبا. طب هم قفلوا البتاع ده يا جدعان. حبايبي باي باي. السويس بتحس انت قاعد وسط اهلك، وسط ولاد خالتك ولاد عمتك كده دايما كل مره. بس الفكره النهارده انا حاسس ان انا كنت مقصر معاهم ان انا مجهد يعني. بس كويس ان الوقت ضيق جدا وكان نفسي العب معاهم اكتر ونتكلم. بس احنا معانا بنات يا عم لسه هتسافر وبتاع، لسه هتروح الطريق مش عارفينه اصلا، وهنطلع بقى نرتجل كده ونقضيها اهلا اضاءه شهره. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كده احنا اتسلمنا وقلنا باي باي، اشترينا في طريق العودة إلى القاهرة. أول مرة هاخد طريق السويس، أتمنى إن التجربة تكون إيجابية جدا. ده الوقت من ساعة ما اتحركنا من القاهرة ودينا رجعنا تاني في نفس النقطة. اتحركنا من هنا؟ من التحرير وسط البلد حبيبي. ماشي. يوم جميل. يلا اعملوا باي باي يا جماعه. بصوا الناس نايمانه خالص، بقول لهم اعملوا باي باي مشوا. اوكي احنا كده رحنا اتقابلنا في وسط البلد وطلعنا على اسماعيليه، ومن اسماعيليه عملنا حفله جميله جدا، ومن هناك طلعنا على السويس وعملنا ندوه جميله جدا. حاصل. ورجعنا وسط البلد تاني. اللفه دي خدت 14 ساعه، فبنحب نشكركم ونقول لكم ميرسي جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده. هاشتاج عايز مسرح. ونقول لكم لا تصبحوا على خير حبايب. مالك يا كنت عايز اسالك عن عالم مش نازله تشتغل. لمدة دقيقة على تراك مزيكا. كل اتنين هيطلعوا يقولوا أو هيمثلوا مشهد.